ماتيلدا كيك أو كيكة الشوكولا، شو ما كان اسمها الطعم كتير طيب. تعالوا نعملها مع بعض بطريقة كتير سهلة وطعم ولا أروع. عندي هون 3/4 الكوب من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة، عصرة ليمون، وربع كوب من اللبن الزبادي. بنحركهم مع بعض، بنضيف بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، 3/4 الكوب من السكر، 3/4 الكوب من الزيت النباتي والفانيلا، وبنحركهم. إذا متوفر عندكم الهاند بلندر اخلطوهم لحتى تتأكدوا إنه كل المكونات تجانست. والسكر عنا داب. عنا هون 1.5 كوب من الطحين، 3/4 الكوب من الكاكاو الغير محلى، معلقة من القرفة، معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الكربونات. بنحرك المكونات مع بعض لحد ما تتجانس. عندي هون 1/2 كوب من المي المغلية، حصرا لازم تكون مغلية. بندوب معها معلقة من القهوة سريعة الذوبان وبنخلطهم مع بعض، وبنضيف رشة من الملح ونحركهم لحد ما يصير قوامهم سائل. هلا هون عندي بقالب الألمنيوم راح أفرد ورق الزبدة، وراح أرش القالب بالزيت أو المادة الدهنية المتوفرة عندكم. بعدها بنزل فيه خليط الكيك، بندخله على الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة، ممكن أقل شوي أو أكتر شوي حسب الفرن إذا حامي عندكم. نتركه لحد ما يبرد تماما، بعدها بنطلعه من الفرن. عندي هون على النار سخنت 500 جرام من الكريمة السائلة و500 جرام من الشوكولا. بنزل الكريمة السائلة اللي سخنتها على الشوكولا، وبضلني أستمر بالتحريك فيهم لحد ما يذوبوا بهذا الشكل ويصيروا بهذا القوام. رح يصير عندنا قوامهم كتير سائل، ما في مشكلة. بنسكر عليهم، كتير مهم إنه نسكر عليهم بهاي الطريقة، بحيث إنه ورق التغليف يكون ملامس لوجه الجناش. بندخلها للثلاجة لمدة ليلة كاملة، وبعدها بنطلعها هي والكيك. هلا عندي هون بالنسبة للتشريب استخدمت نص لتر من المي مع قرفة وقهوة سريعة الذوبان وفانيلا. هون عندي الكيك تاني يوم بعد ما طلعته من الثلاجة راح أبلش أقطع فيه وأحشي فيه بهاي الطريقة. بعد ما قطعت الكيك ببلش أشرب فيه بالتشريب اللي عملناها. بعدها بنبلش نحط بالجناش بهاي الطريقة. بنحط الطبقة الثانية من الكيك بنشربها، وبنحط الجناش، وبنحط الطبقة الثالثة من الكيك بنشربها، وبنبلش نغلف بالوجه كامل. طبعا عدد الطبقات انتم مثل ما بتحبوا. انا هون عملت مقدارين من الكيك لحتى طلعت ب3 او هي حتى 4 طبقات، بس انا استخدمت الكيكة 3 طبقات حسيتهم كفاية. بلش اغلف فيها من الجوانب ومن فوق. وطبعا طريقة التشكيل حسب المواد المتوفرة عندكم والادوات انتم شكلوها بالطريقة اللي بتحبوها. كتير مهم بالنسبة للجناش لما نعمله مثل ما شفتوا رح يكون قوامه كتير سائل. ما تخافوا لما تحطوه بالثلاجة بتغلفوه مثل ما شفتوا، بحيث إنه ورق التغليف يكون ملامس الوجه